اهلا بيكم في الفيديو الثاني والسماعه الثانيه الجامده من شركه جي روم. السماعه ديت عايز اقول لك بتيجي بموديل جي ار بي بي 1، وعايز اقول لك برضو ان ادائها بتاعها ممتاز جدا، برغم ان السماعه ديت ما فيهاش قطعه سيليكون او التصميم بتاعها اللي هو مش ان اير اللي بيدخل في الاذن بشكل كبير، لكن الصوت بتاعها ممتاز جدا. البيز بتاعها قوي جدا جدا جدا. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنستعرض مع بعض السماعه ديت ونشوف اهم المميزات بتاعتها واهم العيوب، وفي نفس الوقت برضو هنعمل لكم تيست للمايك بتاعها علشان تشوف المايك بتاعها يكون مناسب ليك ولا لا. اهلا بيكم مره تانية. زي ما انتم شايفين كده ده شكل علبه سماعه جي روم جي ار بي بي 1. زي ما انتم شايفين كده السماعه ديت متوفره بلونين، متوفره باللون الاسود وباللون الابيض. لو جينا مسكنا كده شكل العلبه فهي بتيجي بموديل جي بوت زي ما انتم شايفين بي بي 1، اللي بيميزها ان هي بتيجي بدول مايك فيها خاصية الاي ان سي. لو جينا بصينا كده ده شكل العلبة او البوكس الجديد اللي احنا قلنا عليه، متوفرة برضو بفيرجن 5.3 ودي حاجة مميزة جدا، وهنا موجود فيها اهم المواصفات بتاعتها. لو جينا بصينا كده بيجي معاها ايه، فانا عايز اقول لك ان بيجي معاها كابل من نوع التايب سي زي ما انتم شايفين كده، ويظهر معانا هنا السماعتين، سماعة باللون الاسود وباللون الابيض. لو جينا بصينا كده مثلا على اللون الابيض، بالنسبة للسماعة نفسها فعايز اقول لك ان وزنها تقريبا 38 جرام، وزنها خفيف جدا. من الامام كده هيظهر معانا كلمة جي روم فهي كلمة مطبوعة، ومن الاسفل كده هيظهر معانا اللمبة الخاصة بالبطارية بتبين لك هل السماعات عايزة تشحن ولا لا ومستوى الشحن فيها. لو جينا بصينا كده من الاسفل فهيظهر معانا منفذ الشحن من نوع التايب سي، وهنا من الخلف مفيش اي حاجة زرار بيرنج. عايز اقول لك ان السماعة ديت مش بتقدر تشحنها عن طريق الوايرلس، تقدر تشحنها بس عن طريق منفذ التايب سي هنا. في نفس الوقت برضو عايز اقول لك ان البطارية بتاعتها بتيجي بحجم 350 ملي امبير. علشان تشحنها فانت بتستغرق معاك تقريبا ساعة ونص علشان تشحنها. وزنها خفيف زي ما احنا قلنا 38 جرام. لو جينا بصينا كده على السماعات فعايز اقول لك ان السماعات ديت بتيجي بتصميم اللي هو هاف ان اير. هاف ان اير يعني بتدخل في الاذن لكن ما فيهاش قطع السيليكون هنا اللي هي بتعزلك بشكل كبير جدا. لكن عايز اقول لك ان التصميم بتاعها ده فهو ممتاز جدا ومريح الى حد كبير، بجانب هنا اللون الجراي ده اللي في الجنب. فانا عايز اقول لك ان هو شكله كويس جدا على السماعه بصراحه. زي ما انتم شايفين بالنسبه لوزن السماعات ديت فهي وزنها خفيف، تقريبا السماعه الواحده فيهم وزنها 3.5 جرام، وزنها خفيف ومش هتحس بيها في ودنك. بالنسبه للبطاريه بتاعتها برضو كاستخدام فانا عايز اقول لك ان هي هتقعد معاك تقريبا 8 ساعات في الموسيقى لو انت مشغلها بنسبه صوت 60%. في المكالمات برضه هتقعد معاك تقريبا 6 ساعات لو انت مشغلها بنسبة 60%. عايز اقول لك ان السماعة ديت هنا فيها اللمبة الخاصة بالبيرنج، وعايز اقول لك ان هي بتطفي برضه مجرد اللي انت بتربط سماعات مع الموبايل. من الاسفل كده هيظهر معانا هنا البنات الخاصة بالشحن، وهنا الزرار الخاص بالتاتش. هنا السماعات ديت متوفر فيها تاتش علشان تقدر تقدم او تاخر في التريكات اللي انت مشغلها في الميديا. لكن برضو عايز اقولك ان انت متقدرش تتحكم في مستوى الصوت، يعني متقدرش تعلي وتوطي او تتحكم في صوت من خلال السماعه ديت. هنا تقدر تتحكم في الميديا اللي انت مشغلها سواء تقدم او تاخر، ترد على المكالمات، تجيب المساعد الشخصي في الموبايل عندك. في نقطه تانية حابب اقولك عليها ان السماعات ديت مش متوفر فيها خاصيه او السنسور الخاص بالتشغيل او الايقاف التلقائي. يعني السنسور اللي احنا عارفين اللي هو لما بتلبس السماعه في ودنك الميديا تشتغل او مجرد انت تشيلها هتقف معاك، لا مش متوفره في السماعه ديت. بالنسبه للسماعات ديت يا جماعه فانا عايز اقول لك ان هي بتيجي بمعيار اي بي اكس 4، يعني هي ضد العرق البسيط جدا والغبار بدون اي مشاكل، لكن هي مش ضد الميه بشكل كامل. متوفر برضو في اللون الاسود كده زي ما احنا هنشوفه. اللون الاسود فيها بصراحة شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. اللون الاسود شكله مميز جدا جدا بصراحة، نفس الشكل زي ما انتم شايفين كده. طيب لو جينا اتكلمنا على تقييم السماعات ديت فانا عايز اقول لك بالنسبة للموسيقى فهي ممتازة جدا في الميديا اللي انت بتشغلها، فيها تسمع كويس، البيز قوي ممتاز جدا، بجانب برضو ان البيز فيها واضح بشكل كبير جدا بصراحة. وانا اتفاجئت يا جماعة بالموسيقى او بمستوى الصوت بتاعها.
بالرغم ان ما فيهاش عزل ضوضاء في الموسيقى، لكن هي ممتازة جدا. بجانب برضو ان مفيش هنا قطعة السيليكون اللي انت بتلبسها في ودنك. فانا عايز اقول لك ان الصوت بتاعها ممتاز، البيز بتاعها قوي بطريقة رهيبة يا جماعة لا تتخيلوها. فرق شاسع بينها وبين الموديلات القديمة بصراحة، لكن هنا عملت تطور كبير جدا جدا في نقاء الصوت وجودة الصوت بسبب ان فيها بلوتوث 5.3 وفيها تقنيات ممتازة جدا لتظبيط الصوت. بجانب لو احنا حبينا نتكلم على المايك، لو جينا اتكلمنا عن المايك فعايز اقول لك ان السماعات ديت متوفر فيها مايكين علشان تظبط لك الصوت. بجانب الميزة الكويسة جدا التقنية الاي ان سي، هي خاصية عزل الضوضاء علشان لما بتكلم اي حد في المايك فهتلاقي الصوت يوصل له بشكل كويس جدا. واحنا هنروح مع بعض دلوقتي ونعمل تيست للمايك بتاعها ونشوف هل يعني المايك بتاعها هيكون كويس ولا لا. هنروح مع بعض دلوقتي ونسمع. السلام عليكم يا جماعة، احنا دلوقتي بنجرب السماعة جي بودز بي 1. احنا دلوقتي في الشارع في مكان مفتوح، حوالينا صوت هواء وعربيات زي ما احنا متعودين على طول. مش عارف هل الصوت بتاعي هيكون واضح ولا لا، انت اللي هتعرفه من خلال التسجيل ده. زي ما احنا بنقول على طول برضو احنا مش عاملين اي اديت للصوت عشان يظهر بشكل طبيعي ليكم. نروح دلوقتي كده في مكان مغلق وهنشوف الصوت هيكون عامل ازاي. دلوقتي يا جماعه احنا في مكان مغلق، بتكلم بنفس درجه الصوت، يعني ما عليتش صوتي. مش عارف هل الصوت واضح ولا لا. انا هسكت شويه علشان تشوفوا درجه الصوت او درجه الهدوء. وكده احنا كنا جربنا وعملنا التيست للمايك بتاع السماعه جي روم اللي معانا النهارده. اتمنى يكون صوت المايك واضح ويكون كويس زي صوت السماعه في الميديا، يعني زي ما احنا قلنا ان صوتها في الميديا كان ممتاز فعليا، رغم ان ما فيهاش نويز كانسليشن او التصميم بتاعها اللي هو مش ان اير، ما فيهاش قطع السيليكون اللي بتدخل في الاذن. لكن عايز اقول لك ان صوتها ممتاز جدا والبيز بتاعها قوي. انا بحاول اتكلم معاكم دلوقتي علشان تشوفوا جوده الصوت بتاعها. وبكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو يا جماعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا عايزين تشتروا المنتج ده فانا سايب لكم تحت لينك الشراء من موقع نون مع كود خصم زي ما احنا متعودين على طول. ما تنسوش تشتركوا معانا في قناتنا على اليوتيوب وتابعونا على الفيسبوك والانستجرام لو انتم مهتمين بالتقنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.